كشف تقرير صحفي بأن خالد الغنام نجم فريق الاتفاق والذي انتهت إعارته على صفوف الهلال بنهاية شهر يونيو الماضي بات محط أنظار عدد من الأندية في مقدمتها الأهلي. وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط لم يتلقى الاتفاق أي عرض رسمي بشأن شراء عقد اللاعب على الرغم من تواجد العديد من الأندية الراغبة في التعاقد معه وسط ترقب لموقف الهلال من تفعيل خاصية الشراء. ولا يبدو الاتفاق ممانعا في بيع اللاعب، لكنه يشترط العروض الرسمية سواء من أي فريق على الحصول على 16 مليون دولار. أكد الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني في تغريدة عبر إكس أن خيسوس لا يرغب في استمرار البرتغالي أوتافيو مونتيرو ضمن صفوف نادي النصر. وأشار الإعلامي الرياضي في تغريداته أن إدارة نادي النصر ستعمل على بيع أوتافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأوضح الإعلامي الرياضي أن الألماني ماتياس ياسل المدير الفني لنادي الأهلي معجب بشكل كبير بالمستويات التي يقدمها اللاعب. وأشارت التقارير الصحفية أن الأهلي أصبح مهتما جدا بالتعاقد مع أوتافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية في حال قرر النصر بيع اللاعب. وتبلغ قيمة أوتافيو السوقية الحالية 25 مليون يورو حسب التحديث الأخير من موقع ترانسفير ماركت، حيث يمتد عقد اللاعب إلى 30 يونيو 2026. تداولت الأنباء مؤخرا في الأوساط الرياضية الإيطالية حول اهتمام ناديي روما ويوفنتوس بضم لاعب النادي الأهلي الحالي كيسي. وأفادت شبكة إيطالية أن اللاعب الإيفواري أصبح محط أنظار عمالقة الدوري الإيطالي، ويبدو أن رغبة كيسي في العودة إلى الدوري الإيطالي هي المحرك الرئيسي لهذه التطورات، مما يفتح الباب أمام صراع محتمل على خدماته بين فريقين من أكبر الأندية في إيطاليا. وأكد الإعلامي الرياضي سامي القاضي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن المدرب ماتياس ياسلا لن يسمح برحيل لاعب الوسط فرانك كيسي عن صفوف الفريق. وأشار الإعلامي الرياضي في حديث له قبل أيام أن سبب ذلك يرجع لتجنب تكرار سيناريو خروج ماكسيمان الذي أثر على أداء الفريق في وقت سابق. ومن ناحية أخرى أكدت صحيفة إيطالية صباح اليوم أن اللاعب أخبر إدارة النادي الأهلي برغبته في العودة مجددا إلى الدوريات الأوروبية بدءا من الموسم القادم. اتخذ النادي الأهلي خطوة جديدة لإسعاد جماهيره من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين شركة النادي الأهلي ومنصة STC TV الرقمية لبث مباريات الفريق الودية خلال معسكر الإعداد الخارجي استعدادا لموسم 2025-2026.